اتولد في مدينة قرطبة في الأندلس طفل، والطفل ده بعد كده هيبقى واحد من أشهر علماء المسلمين. عارفين هو مين؟ ابن رشد. ابن رشد كان من عيلة كلها معروفة بالعلم. جده كان قاضي كبير في قرطبة، وكمان والده كان قاضي. كبر ابن رشد في بيت كله علم ومعرفة. اتعلم الفقه واللغة والطب، وكمان اهتم بالفلسفة والتفكير، ومع الوقت بقى طبيب معروف وقاضي. وعلى فكرة ده كان واحد من أهم المفكرين في زمانه. لكن أكتر حاجة كان بيؤمن بيها ابن رشد هو أهمية العقل والتفكير. كان شايف إن الإنسان مش المفروض يحفظ بس. وعلى فكرة كل العلماء اللي اتكلمنا عنهم واللي كمان لسه هنتكلم عنهم بيأكدوا نفس النظرية، عدم الحفظ. الإنسان لازم يفهم ويستخدم عقله في الأول. علشان كده ابن رشد كتب شروح كتيرة لكتب الفيلسوف اليوناني أرسطو، وكان بيحاول دايما يربط العقل والدين. لكن أفكاره ما عجبتش بعض الناس في زمانه، علشان كده اتهموه بأن أفكاره خطيرة. وفي فترة من الفترات تم نفيه من قرطبة. انتوا ما اتفرجتوش على الفيلم ولا ايه؟ ده حتى كمان اتحرقت بعض من كتبه، وبرضه ده موجود في الفيلم، بتفرجوا عليه. لكن الغريب ان كتبه ما اختفتش، انتشرت في اوروبا، وكمان كتبه اترجمت لبعض اللغات واثرت في الفكر الاوروبي لسنين طويله. وده بقى يخلينا نفهم حاجه مهمه، ان الافكار القويه ممكن تتعب اصحابها في زمانهم، لكن بعد كده ممكن تعيش لقرون طويله.